الستارز ده من اجود الانواع، اقول لك ما تاخد تدوق. محمود بن تايك رائد فضاء مغربي من انصار ان كوكب الارض بيضاوي، هدف القضاء على نظريات المؤامره وان الارض متسطحه وبتاع. السلام عليكم، وحشتوني. الفيديو ده كان المفروض ينزل امبارح الصراحه، بس انا كسلت. اصل الشتا ده ما يحبش الفرهده، اخرك تقلي بالطين وتصلي وتنام. بس احنا ولاد النهارده واستعد عشان ادي لك الفيديو. يلا بينا. استنى قبل ما ادي لك الماتش، اللايك شيرت عليه اشتراك عشان هدلعك سواء في الفيديو ده او في الفيديوهات الجايه. يلا بينا تاني. بدا ماتش الزمالك والمحله ب 20 ثانيه من نار من المحله، جزمة على الدماغ، طرد، بلع وجوال بكل الاشكال الممكنه. تقريبا دي كانت حمله توعيه لتوابع حياتك لو ما وقفتش وقت بنات. واعتمد جوميز على حاجه اكيد غيرها بعد الطرد، لان لو الخط حمل على الباك اللي اتطرد كنت هتلاقي زيزو وعمر جابر بيضغطوا عليه في زفته او مدينه السلام على حسب هو منين. اما احمد عيد عبد الملك فده خد الصدمه والصابونه وعليهم جولين هديه، بس المفروض كان يدافع باين. المهم الشوط الاول لعيبه المحله عملت المستحيل عشان توسخ شباك عامر. لعبوا 10 ل 11 وطيروا الباكات. بجد الملعب كان عامل زي التيشيرتات قط، مفيش جناب يا اسطى. وشالوا جولين. الاول كان في الدقيقه 17 بعد كره عند فتوح يديها لعبد الله السعيد في وسط 6 تيشيرتات لبني، يقوم مديها السحريه يوصلها ناصر منسي وهوبا طلعت لبايه 1-0 للزمالك. وبعدها بثلاث دقايق الانهيار السريع بعد كره عند عمر جابر، جري بيها واستنى حد يخش عليه، ما لقاش، قام استغرب بس رفع. لعيبه المحله مسكت بعض عشان ما حدش يروح ويسيب الملعب تاني، بس الكره وصلت لمنسي قام هوبا 2-0 للزمالك. وعشان طولنا والاجوال الباقيه في الشوط الثاني، فخد ملخص الشوط الاول من وجهه نظر افكاري الجامده اللي لسه هعملها لك قريب ان شاء الله. مبدئيا افريقيا ما فيهاش نووي الا في المحله، البراميل دي كلها معبيه يورانيوم، لو ما خدناش الدوري هنقلبها ويحصل زي اللي حصل في هيروشيك بين حموده بن شرقي لخميم، تحس في دوري ابطال كده. بس خساره المستوى ده يعدي من الممتاز او ايه. الستارز ده من اجود الانواع، اقول لك ما تاخد تدوق. يا على الذكريات، الحركه دي اسمها الماي جري من الكاتا الاولى كاراتيه. الضربه دي كانت المفضله للكابتن عبد الحليم سمير، يا رب يكون قصده ان هلعب في الاهلي يعني خلاص كده. طب ازحلق مرتين عامل لي باكورد، ده انا كاوي الشورت. طب لعبوني 10 دقايق، في ايه يا كوره؟ هو اللي بقى بيعمل فاول بيركبوه الاوبر يا باشا؟ احنا ملناش في الكلام ده، احنا بتوع قطن يعني. نعمل لك تريكون نديك طقم حمالات، اما الضغط ده بتاع طب باين. تلاقي واحد قاعد عامل كده على قرافيسه، وفي واحد تاني معاه برضه قفاز كده وبيضرب الكوره. في ايه ده يا حكم؟ يا عم حرام عليك، عايز طرد وبيلن وبعد كده ايه؟ نضيع عليهم موسم الحصاد يا جدعان؟ احنا حد خفلنا الجناب ودرج لنا من قدام؟ فين الباكات؟ كله بيزيط ويقول لك لقم الفلاحين، ما شافوش غدر المدينه. احلى من جول الاسيست، احلى من جول الاسيست. اسمع مني، ما خلاص الغباوه اسيست من نار، مش ما خلاص الغباوه بتاعت. ما تلعبونيش معاكم تاني بقى، انا راجع ازرع الابيض ابو طويل الفتيله الحلو. الحمد لله على السلامه. يمكنك قتلي ولكن لا يمكنك قتل الفكره يا ابن الغداره. انا مش قايل الفكره لحد، لقد قتلني انا والفكره. كان نفسي ابقى احترافي وارجع البس البلوفر الاصفر تاني، بس اديك عارف الشتاء بقى ما يحبش الفرهده وبارده كمان، فمش هقعد اغير كتير بقى. وانا اقول لك لو عملت لايك هلبس البلوفر الاصفر. يلا اوعى السحر، عشان اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي اعاره ثانيه بتخلص وما بتلعبش. الجنسيه مغربي والاداء كيني، اللعيب اللي محافظ على مكانه على الدكه محمود بن تايك، وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلانا نلجا للصحفي الكبير ابو المهازل. عود نفسك بقى شويه من مونتاج شويه من غير مونتاج، عشان لو انا تعبان لو انا كسلان يعني نشيل بعض. انا بحبك وانت تحبني وماشي الدنيا. وانا اقول لك هطلعه لك ابو المهازل اهو. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في مصر والمغرب وعلم الفلك الكوكبي. محمود بن تايك رائد فضاء مغربي من انصار ان كوكب الارض بيضاوي، هدف القضاء على نظريات المؤامره وان الارض متسطحه وبتاع. فلو بصينا على حياه محمود بن تايك سنجد ولد في الدار البيضاء، ولعب للاتحاد البيضاوي وانتقل الى الرجاء البيضاوي، وبجمع البيضاوي في الجمله سنجدها 3 هو رقم تيشيرت محمود بن تايك مع الزمالك، وهو عدد الاشكال المختلف عليها لشكل كوكب الارض. مفرهد نفسك في الكروي والمسطح ليه؟ على اساس لو كوكب اتفرد هتخرج بره مصر يعني؟ طب خد الفضائيه. في عام 2021 فشل انتقال محمود بن تايك الى الرجاء البيضاوي. 2021 هو العام الذي اطلق به حمله تبرعات لارسال احد المؤمنين بان الارض مسطحه ليتاكد بنفسه في الفضاء الذي اذا بصيت منه على كوكب الارض ستجد المغرب في نص كوكب الارض، المغرب التي اتى منها محمود بن تايك. انت ليه بتتعامل معلوماتي على انها سريه لا سمح الله؟ ما تبعتها للناس يا اخي والشير. طب خد الناهيه المهريه. لعب محمود بن تايك في 3 انديه مغربيه،
مغربية 3 مغربية المغرب 3 المغرب حصلت على المركز الثالث في بطولة الأولمبياد باريس بعدما فازت على مصر التي بها نادي الزمالك الذي يلعب له محمود بن تايك. وبشكل خيوط إذن محمود بن تايك رائد فضاء مغربي من أنصار إن كوكب الأرض بيضاوي، هدف القضاء على نظريات المؤامرة وإن الأرض متسطحة وكده. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة الجميلة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه. بامانه الله الشوط الثاني انا ما اتفرجتش عليه، بس اللي متاكد منه ان احمد عيد عبد الملك وصل عيادته باتباع نفس التكتيك بتاع الشوط الاولاني يعملوه في الثاني، فشالوا جولين برضه. وده بدا في الدقيقه 69 بعد بيلم مزدوج من لعيب المحله كان بيحضر اللي فينش باين، نزل زحلق شلبي وبعدين قام وسمى، قام راقع فتوح كوع جاب اجله، فبيلم شاطوا زيزو وهوبا 3-0 للزمالك. واخرهم في الدقيقه 78 بعد ركنيه عند زيزو تتبصل مشلاك وترجع لزيزو تاني اللي يعرضها لحسام عبد المجيد اللي انطفى من مركزه وقرر يهاجم، هوبا تخبط في وشه وتروح داخله في الجول 4-0 للزمالك. وعشان الاحداث خلصت خد ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر الفكره اللي ماتت في نص الحلقه. حارسنا داء العذاب من كل غريب، خلوه يجرب طعنه الصديق بقى. مذكراتي مساء الاسبوع الرابع من الدوري المصري، الرايه الكراهات بتاعتي ما اترفعتش عشان المحله ما بيهجمش. موري توريه ده تحسه زي يايا توريه بالظبط، الاثنين فيهم توريه. فار ايه اللي عايزه ده؟ لو شافه هتاخد جنحه 6 شهور ولا فيها حاجه. انا في مسيرتي رميت واحد بالرمح بتاع سبارتا ده دخل في صدره قام راشق في الارض ولا حصل حاجه بعدها. بس احنا كده حققنا العدل، 2 بالرجل و2 بالدماغ وما صدناش ولا كوره. عمار يا محله. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر. ما تنساش اللايك والشير والتعليق والاشتراك ان ده بيفيدني وانا فعلا محتاجه، وتدعي لاخواتنا في فلسطين ولبنان وسوريا وفي كل الدول وفي مصر برضه لان احنا بنعاني. وبس كده انا كده خلصت. سلام.